المغرب سبب خساره الجزائر اللي تزاد في شي بلاصه من غير المغرب نمشي مغربي نقولوا له لا انت ماشي مغربي. وزيدان كان مثالي بقى ولده الى الارجنتين دات كاس العالم البالون دور خصو يديها ميسي. ونقول لك السبب اش احسن بطوله في العالم واصعب بطوله والسقف ديال الكره بالعربيه السقف هو كاس العالم. الا جا ميسي ودا كاس العالم اذا دا السقف ديال الكره داه. هذه من جهه. من جهه اخرى شكون هما اللي كينافسوا على البالون دور هذا العام؟ شكون هما اللي كينافسوا؟ عندنا ديمبيلي، لامين يامال، اوليسي، هاري كين، مبابي. هادو هما المنافسين. وتخيل معايا هاد المنافسين كاملين على البالون دور لعبوا ماتشات حامضين ما قدوا يديروا والو. ديمبيلي صاحبي راه كون دخلت انا كنت غندير ماتش احسن منه ضد السنغال وكان دويو اعي ما اقول. وهكا دابا وباقي ما ناعش 24 ساعه دابا ندخل نلعب ماتش احسن من الديمبيلي. راه لاعبين معاك الواعرين اصاحبي لاعبين معاك الواعرين. والديمبيلي لعب بحال كيدير التيكرازي. جا ميسي من بعد خلى هادو كاملين اللي كينافسوا على البالون دور باقي هاري كين اللي ما لعبش. وهاري كين عارفينو انا وياك عارفينو ما غيماركيش. انا دابا مستريمي قبل من الماتش ديال الانجليز غيلعبوا حتى الليل وما غيماركيش هاري كين ولا ماركا غيماركيها شي بيلانتي وتايلا ماركا كاع اكثر من بيلانتي ما غيكونش احسن من ميسي. ميسي جا في عمر يناهز 39 سنه دخل ضرب 3 على الجزائر والجزائر ما كانت صراحه الجزائر كانوا خارين. ولكن باش ميسي في عمر 39 سنه يكون احسن من كاع هادو اللي كينافسوا على البالون دور دونك الى الارجنتين دات كاس العالم ميسي خصو يدي بالون دور. سالينا كي جاك ولد زيدان. ولد زيدان راه مبزدي راه مسالي ولد زيدان. وزيدان كان مسالي دابا مع ما نعش ما كان الالحاد الكروي. وزيدان كان مسالي بقى ولده. شنو تقول لي انا زيدان ولا ولد زيدان؟ سيروا قلبوا على كومان الديفونسور ديال البارسا ماركي اكثر من زيدان. راه زيدان اسطوره اللي صنعوها والدينا حيت حنا كنا صغار. المخير في هادو اللي دابا مفرش في زيدان ويجي يبقى يقول لي زيدان. انت كتعرف زيدان؟ انت كتعرف زيدان؟ ما كاين لا زيدان لا والو. بيدري احسن من زيدان. يلا حيد لي من فمي. متعودين على مباريات افتتاحيه على المنتخبات الكبيره. الشيء اللي متاكد منه اننا سنلعب مباراه كبيره. فوز او خساره امر اخر ولكن سنلعب بعزيمه واصرار كبير. فيك توقع النتيجه 2-1 لينا. توفيق. كنت راح نقول لك 3-0 الناس ما يصدقوا لينا ولكن خليها 2-1 وتذكر 3-0. توفيق. اتذكر 3-0. انا بالنسبه لي الجزائر خسروا بثلاثه راه الحمد لله خصهم يحمدوا الله غير 3. واخا راه الارجنتين راه ما انا كنظن بلي الارجنتين في هذا كاس العالم راه ما غاتكونش هي تقدر ما تديش الكاس تقدر ممكن فهمتي. انا كصراحه ما كنتوقعش الارجنتين غتدي الكاس. كل لعبوا معانا ما كناش نخسروا بالعربيه. هادشي اللي بغيتي تسمع كل لعبوا معانا ما كناش نخسروا مع الارجنتين مزيانه. كنا نتعادلوا معاهم حتى حنايا كما البرازيل كنا نتعادلوا معاهم. راه قدوا يتعادلوا مع الاردن. الا تعادلوا مع الاردن تبقى لهم نقيطه غيجيو عند النمسا غيوليو خاسرين تولي في 3 د الماتشات عندهم. هادشي ما خسروش مع الاردن دونك الجزائر ممكن نار يا صاحبي اقصاء مشرف. حنا مع اسكتلندا شبان لك؟ حنا مع اسكتلندا راه ماتش قاصح عندنا حنايا مع اسكتلندا بالرجوله. بحال ما كتحترمش ميسي تخلي ليه ديك المساحه كامله. وميسي طبعا من تيره وحده عاقبهم. كان حارس الجزائر ممكن يجبدها ولكن هذا هو اش من ممكن يجبدها ما عندوش ممكن السحر ديال الميزه. وفين عاوتاني ما احترمتش الجزائر الارجنتين هو انه كانوا كيسحبوهم كانوا بالعاني كيرجعوا كره كيسحبوهم البريسين انا بالنسبه لي الجزائر دابا بالرجوله مع احترامي لكاع الشعب الجزائري الشقيق بالنسبه لي الجزائر راه ما عندهمش منتخب ما عندهمش لاعبين اللي ممكن. انا كنظن هذا الفريق ديال الجزائر اقصى ما ممكن يديروا مع الارجنتين هو التعادل. الا الجزائر قدموا مباراه العمر ديالهم غيديروا تعادل. راه ما عندهمش غارديان ما عندهمش ديفونس ما عندهمش عندهم اللاعبين اللي مزيانين. عندهم مازا هو اللاعب الوحيد اللي كنشوفوه انه مزيان في الجزائر. وداك حاج موسى راه حتى داك حاج موسى راه ما بيش. وداك شنو سميت داك الديس شيبي وداك امين عموره صافي عندهم 4 اللعابه هما اللي مزيانين في المنتخب الجزائري. حسام عوار فين هو؟ ماشي داك حسام عوار راه الشيفر دخل راه ما بقاش داك حسام عوار ديال فاش كان باغي يلعب مع فرنسا. فرنسا الجزائر قبل كاس افريقيا اللي فات كانوا باغيين يقنعوا رايان الشرقي كانوا باغيين يقنعوا الشرقي باش يلعب مع الجزائر. اي خوتنا وقاتلني الخوف راح نبول على روحي. هنا ما يصرى لي والو بحال تيرا في راسو ياك بحال ماركا على راسو ياك بغى يكلاشيش دقها مبين باللي راه فعلا لي زالجيريان شعب ما عرفت اخويا كيفاش داير لهم الله.
دابا تخيل شدوه بصح الواعره هي يوليو شادينه ومنعوه مثلا، هي منعوه ماشي كاع يعطيوه الحبس، يمنعوه ما يدخلش للتيران في المكسيك ولا ما نعرف، شبكوه قبل الماتش. ناري هادو تا هما اصاحبي. دابا اش من نوع ديال التشجيع هذا؟ اش من نوع ديال التشجيع؟ شما حنا خويا ماشي ضد هادشي اللي كيقولوا اللي بغاو، ولكن اش من نوع ديال التشجيع هذا؟ راه هادشي راه باقي حتى ما لعبوا ضد يامال، راه بحال كيشجعوا اسبانيا بحال هكا، دونك قبل كتحفز يامال فهمتي، كتحفزوا للماتش وي يامال. نتابعوا على شبا ونمشيو بها يا اخو، فاهم؟ هذه هي يا اخو. يا رجلي يا روح. السبب الاول زيزان، السبب الاول زيزان، فاهم؟ سبب ثاني الرطوبه، يا اخو الرطوبه. سبب ثالث القجع. يا رجلي هادو هما الاسباب يا اخو، خير وحده فيهم ونبداو فيها يا اخو. فهمتي ميسي ماركنا 3. لا احسن سبب خصهم يديروا هو اسرائيل وميريكان، هذا مازال ما عاقوش بهذا السبب. الا داروا هذا السبب غيعجبهم، فاش يتفكروه غيعجبهم هذا السبب، يقول لك على ود ميريكان. زيدان اصاحبي على القطع حشومه اصاحبي. المغرب هو سبب هذه غنديرها في العنوان ديال اليوتيوب. الله لقيت عنوان. المغرب سبب خساره الجزائر، وجهي دايرها، والناس ديال اليوتيوب خصهم يديروا لايك. المغرب هو سبب خسارة المنتخبات العربية. نعم، لكن القليل من سيفهم كلامي، لأن كل المنتخبات العربية الإفريقية أرادت تقليد المغرب وخرجت تلعب كرة مع المنتخبات الكبيرة في كرة القدم. لو لعبوا في تكتل دفاعي وغلقوا الدفاع ما كانت ستخسر العراق والجزائر والأردن اليوم بنتائج كبيرة، لكن مع الأسف إنجاز المغرب في قطر في 22 جعلهم يتخيلون أن كأس العالم سهل جدا، لكن اليوم تبين لنا العكس. المنتخب الوحيد الذي أعجبني طريقة لعبه هو منتخب الرأس الأخضر، دفاع ولم يخرج من الدفاع فخرج بنتيجة ممتازة أمام إسبانيا. هذا باغي يرفس، هذا باغي غير يرفس. وخا ساهله نقولوا ديك عنده الحق وحنا المغاربه، هي راه من واحد الناحيه راه كتنطبق عليهم هما براسهم المصريين، هما براسهم كتنطبق عليهم، ولا كيسحب لهم كاس العالم ساهل اللي واحد نايت تيقول لهم بلجيكا راه صعب من البرازيل، هذه بين قوسين. ولكن راه ماشي السبب هو الطريقه. اصلا في 2022 من المغرب في 2022 خرج لعب كره، في 2022 راه المغرب رجع دافع. دونك هاد المنتخبات العربيه اللي كيدوي عليها كون بغاو يقلدوا المغرب يرجعوا يدافعوا، ماشي يمشيو يتحلوا يقلبوا. هما المنتخبات العربيه عاطفيين، انا باش ما نقولش مكلخين، نقول المنتخبات العربيه عاطفيين. فاش كيتحطوا في شي لعيبه ديال كاس العالم كيمشيو بديك العقليه اللي كنا فيها حتى حنايا ديال رونار في 2018، ديال داخلين ما غتخلعنا لا البرتغال لا اسبانيا، حنا المغرب مرابط وتا حنا داخلين ننافسوا. غمشينا تقصينا، خرجنا من الجروبات فرحانين بالتعادل مع اسبانيا. فهمتي؟ راه تا هما هادشي اللي داخلين، هادشي باش داخلين حنا قادرين نضربوا اسبانيا. ويريز يامال راه هما دوك السعوديه تعادلوا مع الاوروغواي، والاوروغواي كون لعبنا لهم بالمنتخب السكيتي وين ضربوهم. ديك الاوروغواي اللي تعادلات مع السعوديه وراه كون لعبنا لهم بحريمات كون ربحناهم. ما عليناش، تا هما تيسحاب لهم الجرين تا هذا، ما راك شتيهم كلهم كيطيحوا واحد. ونعاود نقولها لك، انا راه زوينه هاد اللعيبه، نعاود نقولها لك، هاد كاس العالم مزيان مشاركين فيه هاد العرب باش غنشوفوا شكون هو اللي عنده النفس الطويل، والصنديد للصنديد وولد النعجه ياكلوا الديب. نفتخر باصولنا، هذا كلاش زعما 100% ميدين ايجيبت. هذا غباء، هذا غباء. هاد البوست هذا كيعبر على الغباء ديال الصحافه المصريه وغباء المتلقي المصري، واي متلقي غادي يعجبو هذا البوست هذا. دابا بحال كيقولوا خص المغرب يجري على دوك المغاربه اللي كيتزادوا في شي بلاصه من غير المغرب، اللي تزاد من غير المغرب نجريو عليه. هي هذه اللي تزاد في شي بلاصه من غير المغرب نمشي مغربي، نقولوا له لا انت مشي مغربي، نجريو على دين مو حنايا كاع. هاد اللعيبه هذه ما محتاجاش نقاش. المغاربه كاين دابا مثلا انت مغربي ولا انت في اي ولد اي بلاد، مشيتي حرقتي ولا مشيتي تقرا في شي بلاد، مشيتي استقريتي في اوروبا، ولد تزاد في مثلا ولدتي في هولندا،
طلع كيبان لك كويري، دخلتيه لاكاديمي اياكس امستردام، بقى كيلعب ولا كويري واعر، ولا كيلعب في ليكيب ديال اياكس. شراو الفراقي العالم كامل باغي يشريوه كوايري. جيتي انت قلت له اولدي حنا رانا عائله مغربيه، اجي تلعب مع المنتخب المغربي، عجبو الحال وجا لعب مع المنتخب المغربي، فينا هو المشكل؟ راه واقيلا خصهم نبقاو نبسطوا لهم بحال هكا بالخشيبات باش يفهموها. راه المشكل فيهم هما، راهم انا عاد فهمت، حبس انا عاد فهمت. المشكل فيهم هما اللي سميتو عندهم مشاريع فاشله، ما كيقدوش يقنعوا الابناء المهجر ديالهم. لان فين غتجي مثلا انت واحد الدري اللي تزاديتي في اوروبا، ممكن تلعب مع منتخب فرنسا، ممكن تلعب مع منتخب مصر، فين غتلعب؟ اش من مصر فين تجي تلعب؟ فين تجي تلعب؟ اجي تلعب مع منتخب اللي حياته كامله عمره ربح ماتش واحد في كاس العالم؟ غتقول لهم اخويا نلعب مع فرنسا. بينما انت كمغربي راه غتقول راه تما كاين ممكن تدي كاع انت البالون دور الا لعبتي في منتخب المغرب. شوف حكيمي هاد التزلاش عاوتاني فهمتي. مي صراحه هاد اللعيبه هادي راه فري في المنتخب. حنا هاد الخدمه هادي كديرها الجامعه خدمه نقيه. حنا في المغرب عندنا مشروع، هاد الخدمه ما غاديينش غير بالالقاب. الا ما ديناش كاس افريقيا ولا ما ديناش كاس العالم، راه عندنا واحد الفكره كاين فين غاديين. فهمتي؟ كاين واحد البراند ديال المغرب، كاين واحد الطريقه ديال اللعب، كاين واحد النوعيه ديال الكره كاينه تما، كاين افاق. ماشي يا صاحبي انت غتجي تلعب مع مصر. يعني رونالدو مسكين اليوم غيجيب يجيب 2.9. رونالدو اليوم غيجيب 2.9 ضد الكونغو مسكين اصاحبي. تخيل بصح ميسي يدي البالون دور هذا العام. والله حتى غيهرب ليا صاحبي، راه خراب الضحك. راه اصلا النيفو ديال اللعابه هو ميسي خوالهم ديك اوروبا خلاهم يلعبوا ما داروا والو. راه من نهار ميسي خوا اوروبا ما بقى بان شي لاعب ماشي بحال ميسي حاجه. من نهار خوا ميسي اوروبا ما بان شي لاعب غير مزيان يستاهل البالون دور في كاع هادو اللي دازوا اللي داوا. راه بعدا ديمبيلي اصاحبي كتكذبوا عليه. شي بعدا واحد الحاجه غنقول على الديمبيلي لعاب زرق. لعاب زرق ما كيعرفش يلعب كره. ما انا احسن منه انا كوير على الديمبيلي. نتلاقاه ندير بحال داك خونا اللي كنتلاقى داك اللعاب دراجه نقول له كوير على الكنام دكور. والله نتلاقى الديمبيلي تنقولها ليه، نقول له راه كوير على الكنا عثمان، نقول له عثمان راه مسالي اصاحبي. والديمبيلي لعاب مزيان في المنظومه، لعاب مزيان في المنظومه ديال انريكي صافي. بحال قلت هو بيدق. الديمبيلي بيدق في المنظومه ديال انريكي صافي. سالينا الكويريه راه باينين. باركولا كويري عليه دخل ماركه وليسي دوك كويريه هذوك كويريه داخل يلعب كاس العالم كلاعب اللي داير بالون دور. راه هو اللي خصو يكون احسن واحد في هذيك فرنسا كامله. لعاب داي بالون دور، داي جوج ديال لي الشامبيونز ليغ، هو النجم الاول في فرنسا جالسين كيطبلوا ليه. خصك على الاقل وبعدا جيب بيلانتي. ما دار والو اصاحبي. انا راه قسما بالله في داك بريمير ميطا تنسيت راه ديمبيلي لاعب. واش لاعب عندك؟ نكون كنخور وفي الاخر ضحكوا لي. راه واقيلا ديمبيلي ما كانش لاعب، ما كنتش مركز انا مع الماتش. هاد محرز افضل من ميسي ورونالدو. شوف كي تهضر على محرز راك تهضر على اسطوره المنتخب الوطني. انا تبان لي محرز افضل من الثنائي هذا في اخر 5 سنوات. هو صراحه محرز احسن من رونالدو في اخر 5 سنوات بالرجوله، متفق معاه. واش هذا هو داك اللي كيرابي في راسك؟ قسما بالله انت من شحال هادي هو كيسحب لي. هذا هو داك اللي كيرابي، داك اللي كلاشا المغرب، داك تراب كينغ. قسما بالله تسحب لي هو تراب كينغ. راه حتى مؤخرا مع ولا كيطلع لي هذا بزاف وكيطلع لي حتى تراب كينغ بزاف. وانا نلاحظ باللي راه ما شويه ماشي هما نفس الوجه. ما راه صاحبي شحال هذا كان كيسحب لي راه هو. اسمع واحد الفكره هذه غادي نقدر واقيلا غنبيعها لذاك ديال الفيفا انفانتينو. احسن فكره طاحت عليا في حياتي، احسن بطوله هي هذه. دابا هما ولاو دابا الفيفا شنو ولاو كيديروا؟ ولاو باغيين يديروا بزاف ديال المنتخبات باش يولي المنافسه وكذا. انا دابا كنعطيهم واحد الفكره ديال واحد البطوله اللي غادي تسمى الدوري. غادي تولي البطوله سميتها لا ليغ دو موند، الدوري ديال العالم كامل. هذا الدوري كيبقى ملعوب في مده 4 سنين. 4 سنين وانت في الدوري. كيفاش كدير؟ كنهزو المنتخبات المصنفين للطوب 100 من الاول حتى 100. كتهز الطوب 100 ديال المنتخبات وكيلعبوا مع بعضياتهم. دونك عندك 50 ماتش كتلعب 25 في ارضك و25 خارج الارض ديالك. يعني فهمتي 50 ماتش 25 كتدخل و50 ما كاينش الي روتور. وكتبقى لاعب 4 سنين وانت كتلعب ماشي عام، 4 سنين وانت كتلعب الدوري هذا. دوك 50 ماتش كيتلعبوا في مده 4 سنين باش في الاخر اللي كيجي الاول كتجمع لي بوين. ربحتي 3 بوين، تعادلتي بوين، خسرتي ما كدي والو. فهمتي؟ وفي الاخر كنشوفوا شكون اللي جمع اكبر عدد ديال لي بوين وكيدي لا ليغا
الليغا ديال العالم كتبقى فهمتي تولي هكا. والله خويا فكره واعره هذه، غنضحكوا عليها دابا، غنضحكوا عليها، ولكن فاش فكروا فيها تخيل معايا بطوله ملعوبه في 4 سنين، الليغ ملعوب في 4 سنين، 4 سنين وانت كتلعب. يعني راه كاين منتخبات اللي غيبدلوا المدرب، منتخبات اللي ولا كيجي هو الاخر كيلعب ماتش باراج مع داك اللي طلع في الترتيب، باش هكا ديما غادي نبقاو نعطيو. هما اصلا في ديك بلاتي كي غنديروا لها دوك التوب 100 راه ممكن شي واحد اللي يكون مثلا هو ال 110، لا يكون هو ال 110 ويطلع في الترتيب يولي هو 98. فهمتي؟ من ال 110 ل 198 هذا شنو غنديروا معاه؟ ماشي فاش تكون في ديك الربع سنين غنقصيو شي حد، لا غنخليوه حتى تكمل ديك الربع سنين. فاش تكمل ديك الربع سنين وغنشوفوا دوك المنتخبات اللي طلعوا ورا 4 سنين غنهزوهم حتى هما يوليو في التوب 100. فهمتي؟ وداك اللي جا الاخر غيلعب ماتش باراج مع داك اللي جا هو المرتبه 100، غيلعب ماتش باراج مع داك اللي في 101 وغنشوفوا باش داك اللي في 101 بقى هكا الفرصه وهذا وتولي بطوله العالم. وهذه غتكون صعب من كاس العالم، لان بطوله احسن فكره، والله حتى احسن فكره هذه تكون احسن من كاس العالم. كنظن المدرب ديال اسبانيا كيلعب اوناي سيمون تيتولير غير باش ما ينوضوش ليه الجمهور ديال البارسا في اسبانيا يقولوا ليه علاش ما كتلعبش غارسيا، وعاوتاني غير باش ما ينوضوش ليه الجماهير ديال ارسنال. دونك لا ما اختار الوسط، لان ما يمكنش يكون عندك غارديان واعر شحال من كلين شيت دار وتا من ناحيه الالقاب الداي وكيلعب برجليه مزيان وتخليه احتياطي، وما يمكنش يكون عندك حتى ديفيد رايا اللي وصل الفينال في الشامبيونز ليغ وما كيعرفش يطاكي بينالتيات وتا هو كوميم كيلعب برجليه مزيان وغارديان مزيان. المهم بجوجهم احسن من اوناي سيمون، سوا برجليهم سوا بيديهم. واللي كيقول رايا احسن رايا احسن اخويا، رايا احسن دونك اخويا اختار واحد فيهم، راه نايضين ليه بجوج دابا. لا دابا ماشي بحال دابا ما نايضينش ليه ديك النوضه. فهمتي؟ وكوميم انا صراحه خصهم ينوضوا ليه، راه ما يمكنش يكون عندك جوج غارديانات ومجلسهم، راه يبقى يقلب عليها، راه كيقلب على شي اقصاء عاوتاني يطيح معانا نقصيوه ولا شي حاجه.